يا صباح الورد، يا صباح الهنا، يا صباح السعادة، يا صباح السكر على عيونكم. يا رب تكونوا بأحسن صحة وأتم حال وراحة بال. ربنا يرضيكم ويحبب خلق الله فيكم ويسترها معاكم ويفاديكم، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى كده روتين تشجيع كده. يلا كل بنوتة كده تتنشط، كل ست بيت كسلانة تقوم تشوف اللي وراها، اصله كده كده هتقومي وهتعملي. فقومي في الانجاز كده وانجزي روحك وظبطي شقتك واقعدي يا ست الكل رايقه كده، ايه مراكش حاجه، كوبايه شاي، كوبايه نسكافيه، المهم تكوني خلصتي اللي وراكي. ما تضمنيش في اي لحظه حد يطب عليك، فكوني قاعده بصي منكشحه كده ورايقه كده مراكش حاجه. طبعا هنا على المطبخ وعندي غسيل، ده طبعا قشر بطيخ مقطعاه، ما برميش اي حاجه خالص، عندي طشور ايه اولى بيه. هنا ما شاء الله كنت عامله رز وكوسه باللحمه اهو، مصورتهاش معاكم لاني مش عارفه معظمكم عارفها ولا لا. بصوا في الطبق، طبعا مش هرميه، هخليه في اي يوم اكون عامله اي حاجه احطه جنبيها. ما شاء الله يا بنات، بصوا مليانه لحمه ما شاء الله، والله العظيم جميله جدا ومسكره كده، وهي كده كده اصلا الكوسه بتبقى حلوه لوحدها. هنا بقى المواعين بتاعت امبارح بالليل اهو، زي ما انتم شايفين. طبعا عندي دور برد، ما كنتش قادره اعمل اي حاجه خالص، سبت قلت بقى ايه، خدت المجموعه وكلفت ونمت، قلت اما نصحى ان شاء الله نكلنا عمر وربنا جعلنا من اهل الدنيا هقوم وهعمل. تمام، هلم بقى الحاجه كده. طبعا ايه هبقى جوله فوق كده للكتاكيت بتاعتنا الحلوه، نشوف عاملين ايه. طبعا ايه، هنا البنجر مقشراه، والله البرد يعني بصي يا بنات قضي عليا خالص، مخليني مش قادره. فالبنجر هقطعه معاكم بردك وهكيسه وهعينه في الفريزر عشان بنحتاجه، يعني وارد اي اكله كده تبشر عليها، اي اكله بصلصه تبشر عليها حته، الحلوه قوي قوي للي عنده انيميا، اللي عنده اي حاجه، مفيد جدا. طبعا انا مقشراه اهو زي ما انتم شايفين اهو، يا دوبك لا هبشره ولا هقطعه واحطه في اكياس. بلمع بس بلم بس الحاجات الدنيا دي من حواليا. تمام، هنا الكتل مكانه، هنا كان في دقيق برضو، نعين حاجتنا كده، نسمي بالله كده ايه ونستعين بربنا في كل حاجة. بحب انا ايه اخلي الرخامة ايه اللي جرالي، اخلي الرخامة دي نضيفة عشان لو هعمل اكل اعمل اي حاجة تبقى نضيفة، هغسلها. تمام، وهنا المواعين اهو. طبعا على الارض كده في شنطة كمان فيها اكل للطيور بتاعتنا اهو. هاخد بس ايه اهو، هاخد الشنطة دي والشنطة دي وهطلع لهم وارجع لكم تاني. طبعا يا حبايب قلبي دي اوضة الاولاد، طبعا الحاجات اللي احنا جبناها مكيساها، مش عارفة بقى الفيديو هينزل لكم امتى، وقت ما ينزل بقى، بس هي دي الحاجات اللي انا جايباها لبنتي ومكيساها. وهنا اهو وهنا معاه، فبصراحة مش لاقية مكان ان انا احطهم، فانا بقترح بقول للجوز يعني بغض النظر سيبكم بقى من الشرابات، دي حال اولادنا جميعا، يعني النخش بتاعهم دم في اي بيت تلاقوه. فانا بقترح على جوزي بقول له الكومودينات ديت مش محتاجاها في حاجه، نطلعها فوق السطح لان مفيش مكان ليها، وهجيب الفريزر ده مكانها، والحته الفاضيه بتاعه الفريزر ده اها كده من اولها لاخرها كده هنرص فيها، هنرص بقى ايه بعيل والنيش ده كله، فده اقتراح. تمام، وهو بيقترح عليا حاجه كمان، بس آه بصراحه مش عارفه، لان الحاجه التانية ديت هوريكم دلوقتي، خليكم معايا. طبعا انا بملى الغساله عشان خاطر ايه اتخلص من الهدوم دي كلها. تمام اهو، حطيت المسحوق بتاعي وسايباها مع نفسها. تعالوا بقى ايه اما اوريكم الاقتراح التاني اللي هو بيقترح عليا فيه. بصوا دوت الدولاب حاطين لها حاجات فوق برضك،
بصي حبيبه قلبي منك ليها، فانا عايزاكم برضو تقترحوا عليا، شوفوا انهي اقتراح احسن، اللي انا بقوله ولا اللي جوزي عايزه. بص ده دولاب الاطفال، هما بصراحه كسروه، يعني كسروه خالص. بصوا، وكل شويه ينكشوا هدومهم ويطلعوا، انتوا عارفين الاولاد طبعا ما عندهمش ايه نظام. دي حاجات برضو جايباها حطها فوق الدولاب. ماشي. بصراحه بيقول لي الدولاب ده ملوش 60 لازمه. هنا حتى يعني هدوم، بحط هنا يعني ملايات سرير. ماشي. وهنا هدوم بنتي رحمة، وهنا رودي. تمام. وهنا مصطفى. فهو كده كده اصلا الدولاب متكسر. بصوا، الارضيه اللي ورا دي الحيطه من ورا المفروض قبل كاش، هو اتكسر يعني. فهو بيقول لي انا عندي اشيل الدولاب ده كله، تمام، واروح الحته دي هتبقى فاضيه برضو. بيقول لي ارص لها الحاجه فوق بعضها برضو. فانا مش عارفه، طيب الاولاد دي انا احط هدومها فين؟ لان الاتنين دول بتوع جوزي. تمام. وفي حاجات برضو حطها من تحت. والدولاب ده آه انا وبنتي والميلاد. سيبكم مع كل ده، انا هظبط الدنيا لان هنزل الصيفي لسه ما نزلتوش. ده هدوم بنتي وهدومي والملايات. والضرفه دهيت دي بتاعه اللبس الخروج. ف ودي المفارش والحاجات بتاعتي. انا مش عارفه انا احط لهم هدومهم فين. فبالله عليكم اللي عنده اقتراح يكتب لي في الكومنتات، لان بصراحه والله العظيم الدنيا بايظه خالص عندي، وعايزه الم لها حاجتها كلها في ركن واحد. لان في صيني، وفي اللهم صل على سيدنا محمد، في الفطار، وفي طقم التوابل بورسلين، كل الحاجات بورسلين وصيني. فالواحد خايف لا تتكسر لا قدر الله، او تيجي عليها ميه برضو تبوظ، كراتين تبوظ. فالحاجه غاليه والحاجه مكلفه، ومش هعرف اعوضها تاني ولا هعرف اجيبها. يعني انا جايباها اول امبارح، تعالي اسالي عليها النهارده هتلاقيها زادت. فبالله عليكم شوروا عليا اعمل ايه. طبعا انتوا عارفين ان الشقه بتاعتي ضيقه، بس الحمد لله احسن من ما فيش. اللهم صل على سيدنا محمد. حط بس الهدوم دي الاول اتخلص منها كده، عشان بصراحه مرخمه الدنيا عندي. ثواني كده. فاللي عنده اي اقتراح يقول لي، لان والله بصراحه الواحد نفسيته تعبانه، لان مهما روق ومهما اعمل ما بيبانش ترويق ولا بيبان حاجه، لان ما فيش الحاجات مكركبه الدنيا عندي، ما فيش نظام زي ما بيقولوا. يعني ما فيش نظام، يعني الحاجات بتاعت بنتي مخليه حتى لو انت مروقه الشقه، اللي يشوف الشقه يقول مش متروقه، بسبب الحاجات بتاعت بنتي دي. بنتي عايزه احطها في مكان وانسى بقى. يعني انسى؟ يعني حاجات ارصها فوق بعضها كلها. ماشي. وتبقى في مكان ثابت بعيد عن الاولاد وكده، يعني لان انا اولادي ساعات برضو بيهزروا بيلعبوا، فما فيش امان. ف محتاجه رايكم، لان رايكم يهمني جدا جدا.
لسه في معايا. لما بقى تيجي الزيت وجبت الحاجة خلاص بطلناها والسجاير قدامك بطلناها. يا رب البطارية بالدنيا بحالها يا شيخ، عربية تاكل